أنا الدكتور هاشم طبيب بيطري، وهذا قطوي المدلل تيمور. تيمور يحب النوم، وعلى فكرة ممكن يزعل علي. إيه نعم، ممكن يزعل علي. سويت لكم موضوع سابق عن كيف تعبر القطط عن زعلها منكم، وعرفنا بعض الطرق كيف نراضيها. لكن ليش تزعلونها من الأساس؟ أو بالأصح شنو أهم الأشياء اللي تزعلها منكم؟ بعض القطط تزعل لما توديها عند الطبيب البيطري ومحلات التنظيف الجرومينج، ما تحب الفحص ولا تحب قياس حرارتها، وما تحب أبد التعامل مع شخص ما يحب القطط وما يعرف يتعامل معاها. لذلك دائما اختار لها الطبيب البيطري اللي يعرف يتعامل معاها ومحلات التنظيف، علشان بالنسبة لها ما تكون انك وديتها لرحلة تسبب لها التوتر. أهم شيء كافئها بعد ما توديها عند الطبيب البيطري ومحلات التنظيف، وتركها لوحدها لفترة طويلة. القطط بطبيعتها كائنات اجتماعية تحب أصحابها، فلما تتركها لفترة طويلة للعمل أو غيره وترجع البيت تتجاهلها، فلا تلومها إذا تزعل منك. دش البيت سلم عليها على الأقل، خصص لها وقت بعد رجعتك للبيت، لاطفها والعب معاها وعطها المكافآت. الأكل من أساسيات الحياة، وانت المسؤول عن طعام قططك، فلما تنسى طعامها أو أعطاها أكل لا ترغب فيه فأنت فشلت في المهمة. طبيعي تزعل منك. طبعا ضروري ما ننسى طعام القطط ووفر لهم أطعمة متنوعة تعجبها. القطط تعتبرك المسؤول عن سلامتها وعن حمايتها. لما أحد غريب يزور البيت وهي ما تحبه، مثل أطفال يضايقونها، راح تزعل منك. لما تكون عندك زيارة من قبل أشخاص يزعجونها، أفضل شيء تخليها في مكان بعيد عنهم. إحضار قط جديد للمنزل. القطط بطبيعتها تغار من بعضها البعض، والقطط الموجودة عندك تزعل لما تجيب لها قطط جديدة لأنها بتشاركها اهتمامك. لذلك راعي أنك تجيب لهم قطط صغيرة في العمر، لأن القطط اللي عندك الكبيرة ممكن راح تستقبل القطط الصغيرة كأنها طفلتها وراح تعتني فيها. وغير هذا أبد لا تدلل القطط الجديدة أكثر من القطط القديمة، ولا تضرب القطة الأولى علشان إنها تشاجرت مع الجديدة. لما تمنعها من الذهاب من مكان تريده، لازم تعرف أن القطط كائنات تحب الحرية وتحب الاستكشاف. لما تمنعها أن هي تاخذ جولة في الحديقة، فهي تحس أنك تحد من حريتها. خذها في جولة لطيفة وراقبها بحيث ما تطلع وتضيع. إزعاج قيلولتها. القطط تعشق النوم، مثل حبيبي تيمور يعشق النوم، فإذا أزعجت نومها ممكن تزعل منك. لا تكون مزعج وخلها تنام على راحتها حتى لو كانت نايمة مكانك. والحين قولوا لنا أنا وتيمور، كتبوا لنا شنو الأشياء اللي تسوونها تزعلون فيها قطاوتكم.